وبقاعة العروض بالثانوية التأهيلية أحمد بن محمد الراشدي ببوجدور نظم نادي ارتقاء للثقافة والفنون بالثانوية ندوة فكرية بعنوان التراث اللساني بين الثقافتين الأمازيغية والحسانية، فقرات انكبت على دور الحياة المدرسية في إغناء شخصية التلميذ وتعزيز مهاراته وقدراته التواصلية، وعلى أهمية موضوع الندوة. يدور ريبورتاج بريكين العروسي ومحمد شار. ندوة فكرية حول التوارد اللساني بين الثقافتين الأمازيغية والحسانية شهدت منذ بدايتها إلقاء مداخلات علمية قاربت نقاط التقاء الثقافتين الحسانية والأمازيغية كروافد أساسية في الهوية المغربية. هي وقفة عميقة على أعتاب إرث ثقافي وإنساني متجذر يتحدث لغة الأرض والإنسان في وطن تنصهر فيه كل الثقافات، وتتعدد فيه الألسن. مداخلات نبشت في أسماء المناطق الجغرافية وبعض النباتات في المجال الصحراوي المغربي يعود أصلها إلى اللغة الأمازيغية. لأن الهوية المغربية تتميز بالتنوع والتعدد وتداخل مجموعة من المحددات الثقافية عبر تاريخ طويل من التعايش. المثال على ذلك هو التقاء الأمازيغية مع الحسانية في عدة مستويات لسانية أدبية جغرافية، وهذا النموذج الإيجابي لعملية التثاقف والتفاعل الأنثروبولوجي يساعدنا تربويا على غرس مجموعة من القيم لدى المتعلمين، خاصة قبول الآخر واستقبال الغير والانفتاح على الكون من أجل نبذ التعصب وتجاوز أشكال العنف. أيضا نستهدف من خلال هذه الندوة فتح وتشجيع الحياة المدرسية من أجل انخراط المتعلمين والمتعلمات بطبيعة الحال، وتشجيع مجموعة وبث مجموعة من القيم التي تستهدف قيم المواطنة والتسامح من خلال الحديث عن العلاقة الموجودة بين الثقافة الحسانية والثقافة الأمازيغية. تمظهرات الامتداد الثقافي الأمازيغي في الثقافة الحسانية استجل في أصول مفردات القاموس الحساني المشتقة من اللسان الصنهاجي، ودور هذا الأخير في إثراء الموروث الحساني على المستوى اللغوي والفني. فبعض المفردات الحسانية تقف شاهدة على تجذر الثقافة الأمازيغية في الثقافة الحسانية. ندوة فكرية تغير تعريف الناشئة بالموروث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية، وتعكس تجذر وتنوع النسيج الثقافي المغربي.